أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، كان هذا خبر حلقتنا ونناقش فيما وراءه. ما هي الرسائل التي يبعثها حرص الكويت على جمع رؤساء البرلمانات الخليجية الشهر المقبل؟ وما هي الآفاق المحتملة للمحاولات الكويتية المستميتة في المحافظة على وحدة البيت الخليجي؟ على مدى يومين بحسب بعض التسريبات سينعقد في الكويت في 8 من الشهر المقبل مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية حسب ما أعلن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم في ختام جلسة عادية لمجلس الأمة الكويتي. المؤتمر سينعقد وفق رئيس البرلمان الكويتي بحضور رؤساء برلمانات الدول الخليجية الست، وبناء على رغبة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. تقرير مريم أبيش. البيت الخليجي، هل يحييه أمير الكويت بعد كل ما أصابه من تصدع؟ برغبة من الأمير الصباح الأحمد الجابر الصباح سيعقد في 8 من يناير المقبل بالعاصمة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية. قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي أعلن الخبر إن المؤتمر سيعقد بحضور الدول الخليجية الست. أهي خطوة كويتية أخرى لرأب الصدع داخل مجلس التعاون الذي ترأسه، مجلس تعصف به أكبر أزمة منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي. في 5 من يونيو الماضي أعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا. سيكون مؤتمر البرلمانات الخليجية في حال انعقاده أول فعالية خليجية منذ اندلاع تلك الأزمة بعد القمة التي استضافتها الكويت في 5 من ديسمبر الجاري. قمة عقدت عليها الآمال لتكون مناسبة للمصارحة وربما المصالحة، ولكن قادة دول الحصار خذلوا أمير الكويت، نقضوا في اللحظة الأخيرة وعدهم بالحضور وخفضوا تمثيلهم إلى مستوى لا يليق بالحدث. أكثر من ذلك، تعمدت الرياض وأبو ظبي يوم انعقاد القمة الخليجية إعلان تشكيل لجنة للتعاون المشترك بينهما في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها، خطوة قرأها كثيرون على أنها محاولة لتأسيس كيان موازن لمجلس التعاون الخليجي. بالرغم من ذلك، لم يستسلم أمير الكويت لتراجع الوعود، وبقي على نفس العزم والإرادة والتفاؤل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. تنقل قبل ذلك من مدينة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى على أمل تقريب وجهات النظر وعدم التصعيد. وقد حاولت الوساطة الكويتية مرارا وتكرارا خلال الشهور الماضية تطويق الأزمة التي كادت، كما قال الأمير صباح الأحمد، أن تتحول إلى عمل مسلح ضد قطر. توالت بعد ذلك الإشارات من دول الحصار تؤكد تعنت موقفها الرافض لحل الأزمة الخليجية والعودة إلى وحدة البيت الخليجي. آخر فصول التعنت كان قرار المملكة العربية السعودية إغلاق منفذ سلوى الحدودي مع قطر من جهتها بشكل نهائي، خطوة تأتي عكس الجهود الرامية لتخفيف أثار الأزمة على الأقل فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية والروابط الأسرية. حتى في المناسبات الرياضية التي باتت تغيب عنها الروح الرياضية وتسيس، لمؤشرة أن بين دول الحصار من يريد مراجعة موقفه وعدم إطالة عمر الأزمة. رغم ذلك، لا يزال أمير الكويت صابرا ومستمرا في مبادرته لإنقاذ بيت شهد ولادته، ولا يريد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مهما حصل. موضوع حلقتنا اليوم نناقشه مع ضيوفنا من الكويت عضو مجلس الأمة الكويتي السابق أسامة الطاحوس، وهنا معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جابر الحرمي، ومن باريس الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس رامي الخليفة العلي. وأبدأ من الكويت مع السيد الطاحوس. سيد أسامة، لماذا الإصرار الكويتي على جمع مسؤولي دول مجلس التعاون على أي مستوى رغم ما حصل مؤخرا في قمة دول المجلس؟
بداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وإن كان يعني الصوت ليس بواضح جيد، لكن سأحاول أن أخذ من إجابة الأول السؤال. الكويت تحاول الحفاظ على هذا السور لأنها تعلم يقينا منذ أيام الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وكان مجلس التعاون الخليجي الصوت الواحد الذي حمى مجلس التعاون الخليجي وحمى هذا البيت الخليجي الواحد. فقتال الكويت من أجل الحفاظ عليه هو لعلم الكويت اليقين بأن هذا الترابط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هو صمام الأمان للكويت أولا ولدول الخليج الأخرى، وكذلك دول الخليج الأخرى تنظر بنفس العين. سمو الأمير حاول أكثر من مرة بمحاولات جهيدة لأجل الحماية. نحن نعلم بأننا دول نفطية ودول صغيرة مقارنة بالدول المحيطة، ودول يحوم حولها الأخطار من كل جانب، فأن تجعل كل دولة سياستها أو جزء من سياستها أو غالب سياستها تتجه منفردة، هذا دليل على الخطر الذي سيأتي إلى المنطقة، خصوصا أننا نشاهد بأن العالم والدول التي حولنا جميعها أصبحت متقلبة سياسيا. نعم، لكن يبقى السؤال سيد أسامة، يبقى السؤال على ما يراهن هنا أمير الكويت. إيش عفوا على ما يراهن أمير الكويت؟ يراهن على الوقت، ويراهن على عامل الوقت بالأول والأخير، وعامل الضغط الشعبي والإعلامي وكذلك السياسيين، وأن ينظر الآخر بعينه إلى الواقع الذي وصلنا إليه، فينظر بأن عامل الوقت هو الذي سيحسم هذه المشكلة، وخصوصا إذا ما علمنا بأن الخلافات الأخوة دائما ما تأخذ طابع الشدة وطابع الوقت، ولكن كل شيء بالوقت وكل شيء بالإثباتات وكل شيء بالدلائل على ما وصلنا إليه من حالة تردي عام في المنطقة، سوف نستطيع أن نقوم الأخطاء ونعالج ما بدر من الدول. سيد جابر الحرامي، كيف نفهم هذا الإصرار الكويتي، وما هي الرسالة التي أيضا نفهمها من خلال دعوة رؤساء البرلمانات الخليجية إلى اجتماع في 8 من الشهر المقبل؟ بداية نحن نثمن هذا الحرص من سمو الشيخ صباح الأحمد على استمرارية هذا الجهد، وهو ما أكده بالمناسبة في القمة الخليجية الأخيرة بالكويت، عندما أكد أن الكويت ستواصل مسيرة الوساطة ولم الأسرة الخليجية، وإن كان قادة مجلس التعاون شاركوا بمستوى متدني جدا في القمة الخليجية، وهو ما يمثل نوع من الهروب من استحقاق حواري لإيجاد حل هذه الأزمة. وهذا الهروب للأسف الشديد يعني تمثل في أكثر من موقف، ليس فقط في القمة الخليجية التي شهدتها الكويت الشقيقة، إنما أيضا سواء كان في قمة اسطنبول، سواء كان في الأمم المتحدة، وحتى على مستوى ما دون ذلك على مستوى الوزاري هناك هروب من دول الحصار من الجلوس على طاولة التفاوض. نتمنى حقيقة أن تكون هذه الدعوة لمجالس أو البرلمانات أو مجالس الشورى، هذه البرلمانات ومجالس الشورى التي يفترض أنها تمثل نبض الشارع الخليجي الذي هو اليوم فيه الكثير من الاحتقان،